النهاردة هنتكلم عن موضوع ناس كتير بتسأل عنه وخايفة منه في نفس الوقت، البنج الكلي في عيادة الأسنان. مش البنج الموضعي اللي الدكتور بيقولك فيه كل شوية افتح بقك، لا، البنج الكلي اللي بتنام تصحى تلاقينا خلصنا كل حاجة. يلا بينا. امتى بنلجأ للبنج الكلي؟ البنج الكلي متفصل تفصيل على الناس اللي عندها فوبيا الأسنان. دول أول ما بيسمعوا كلمة كرسي الأسنان بيجروا أسرع من صقر الشاهين. الناس دي استحالة ينفع معاهم البنج الموضعي، وهنا بيجي البنج الكلي ويحل الأزمة. بنقدر نستخدمه كمان في عمليات جراحة الوجه والفكين، في عمليات الزراعة المعقدة. بيعتبر البنج الكلي الحل المثالي للأطفال اللي مش بيقدروا يقعدوا على كرسي الأسنان، وأفضل حل لذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الهمم. بنعمل إيه قبل ما بندخل البنج الكلي؟ لازم نعمل تحاليل وفحوصات دقيقة عشان نطمن إن كل حاجة مظبوطة ونقدر نعمل البنج الكلي. كمان بنعمل تحليل شامل، سكر، ضغط، قلب. لازم نطمن إن كل حاجة سليمة. وهنا بيجي دور استشاري التخدير اللي بيتأكد من كل حاجة قبل التدخل الجراحي. البنج الكلي بيدي راحة نفسية كبيرة جدا للناس اللي بتخاف من كرسي الأسنان. بنقدر من خلاله نعمل عمليات طويلة جدا ومعقدة. بيعتبر حل مثالي للأطفال اللي مش بتقعد على كرسي الأسنان، وأكتر من رائع لذوي الاحتياجات الخاصة. أكتر سؤال بقى الناس بتقلق منه هي مخاطر البنج الكلي. في الطب مفيش حاجة اسمها بدون مخاطر، عندنا نسبة خطورة حتى لو بسيطة، ولكن مع وجود معدات وأجهزة حديثة، وجود استشاريين على أعلى مستوى، وطبيب تخدير متخصص، نسبة الخطورة بتبقى قليلة جدا. ببساطة البنج الكلي أمان للمريض، راحة نفسية للطبيب في وجود المايسترو بتاع القصة كلها، استشاري التخدير. وصدقوني مخاطر إننا نفضل خايفين من علاج الأسنان أكتر بكتير. أحكي لكم قصة بسيطة تثبت لكم إن البنج الكلي بيدي ثقة كبيرة للمريض. كان عندنا طفل جميل حاولنا معاه بكل السبل نقعده على كرسي الأسنان ومعرفناش. ساعتها قررنا إن إحنا هنلجأ للبنج الكلي. بعد إتمام العلاج راح الألم، والطفل بقى سعيد ومبسوط، والأهم من كده إنه بقى حابب زيارات طبيب الأسنان. ويا سلام يا سلام لما أسناننا تبقى تمام.